تعرف إنك وأنت بتشتري اختيار تشطيب الوحدة بيفرق جدًا في استثمارك قدّام؟ إحنا عندنا 3 أنواع للتشطيب current shell وsemi finished وfully finished. أول حاجة الcurrent shell ده عبارة عن خرسانة وطوب أحمر، بتستلم الوحدة بتاعتك من غير أي تشطيبات، ده سعره قليل دلوقتي بس قدّام بيبقى تكلفته عالية عشان لسه هتأسس التشطيب كله. تاني نوع الsemi finished وده النوع اللي أنا بافضّله، اسمه نُص تشطيب. نُص تشطيب يعني متأسس لك المحارة والحلوق والحاجات الأساسية يعني زي الكهربا والسباكة، وبيبقى فاضل على اللون الأخير أو التشطيبات الأخيرة وإن إحنا نفرش الأرضيات. يعني أنت بتكمل اللمسات الأخيرة بس الأساسيات معمولة لك، وده النوع اللي أنا بافضّله. تالت نوع وهو الfully finished. الfully finished ده يعني أنت متشطّب تشطيب كامل، بتستلم الوحدة بتاعتك، تقدر تأجّرها، تدخل تسكن فيها من تاني يوم، بس عيوبها حاجتين، لو التشطيب مش على مزاجك فأنت هتتكلّف لسه تكسير الحاجات دي وإنك تشطّبها من أول وجديد. وتاني عيب إن سعره طبعًا بيبقى في الأول غالي. فالأفضل مش نوع واحد من ال3 دول، الأفضل بيكون حسب هدفك، تعظيم ربح والّا استثمار سريع. ولو عايز تعرف تختار أنهي نوع يناسب استثمارك خلينا نختاره سوا. وما تنساش أنا نوران حسين بقدم استشارات عن العقارات.